السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هعمل معاكم الليلة بسبوسة على كيكة اختراع مني. عندي ربع كاسة حليب بودرة أو نص كاسة حسب ما المتوفر عندك، بس أنا حطيت نص كاسة حليب بودرة في الخلاط، وكاسة زيت، و2 حبة بيض، وحأخلط المكونات دي مع بعض. وححط عليها علبة حليب مبخر. إذا عندك أي نوع حليب مبخر ممكن يعني تحطي علبة كاملة. وحطيت كاسة سكر، وحتحطي معلقة صغيرة فانيليا عشان البيض. ده كله نضربه في الخلاط مع بعض. طبعا كاسة سكر، نخلط المكونات السائلة مع بعض. نضرب المكونات السائلة مع بعض. نحط كاسة سميد وكاسة دقيق، ملعقة كبيرة باكنج بودر، ونحط ملعقة صغيرة ملح، ونخلط المكونات الجافة مع بعض. طبعا أنا خديت في الخلاطة، طبعا خديت نص كاسة ماء. أنا حكتب لكم المقادير نفس الطريقة اللي سويتها، جربوها إن شاء الله راح تعجبكم. طبعا خديت المكونات السائلة كلها، ونشوف يحتاج قد ايه مكونات جافة تانية. شفتوا خديت نص كاسة سميد تانية، يعني كده يكون أخد معايا كاستين سميد وكاسة دقيق. طبعا انتوا بتشوفوها كده سايلة، بس بعد ما تقعد شوية السميد حيتشرب السوائل. طبعا أول خدينا كاسة كاملة سميد، وبعدين زودنا نص كاسة نص كاسة، كاسة تانية كاملة يعني، فبقت كاستين سميد وكاسة دقيق أو طحين.
كده مظبوطة. يعني انت ما تشوفيها سايلة كده، بس شوية كده السميد حيتشرب وقوامه كده مظبوط. نجي ندهن الصينية بزيت، أزود الزيت شوية. نمسح الصينية بالزيت. نرش شوية طحين عشان ما يمسك الصينية، بعدين تطلع معانا بكل سهولة. طبعا إذا عايزة تحطي فيها حبة سودا اختياري كمان، في ناس يحبوا حبة سودا كده يحطوها رشة كده بسيطة. طبعا الكيكات والبسبوسات انت تتفنني فيها زي ما انت عايزة. نيجي نحط السايل في الصينية. طبعا ندخله فرن مسبغ التسخين على درجة حرارة 180. بعد ما طلعت من الفرن شوفوا ما شاء الله الريحة تجنن. تجربيها كده، تطلع من السكينة والملعقة تطلع نظيفة. نيجي نقطعه مثلثات أو مربعات على حسب اختيارك. أنا قطعتها كلها مثلثات، طبعا عشان لسه حارة حتتفتفت معاكي، بس عشان أنا عايزة أوريكم، بس انتوا خلوها يعني تبرد شوية وبعدين قطعوها. شوفوا كيف ما شاء الله طلع لونه ذهبي جميل جدا، وما شاء الله طرية. ما شاء الله تبارك الله اسفنجية، والريحة لا يقاوم. عندي حليب علبة مفتوحة في التلاجة، طبعا عشان مجمدة هاخدها بالملعقة وامسحها فوق الكيكة أو البسبوسة. كيكة وبسبوسة 2 في 1. هاجي احط كده بالملعقة وبعدين امسح على الكيكة أو البسبوسة. وممكن ترشيها بجوز الهند اختياري من فوق على النستلة، أو بدون النستلة ممكن ترشين عشيرة وحطي فيها جوز الهند اختياري.
طالعة 100. لا تنسوني حبايب من الاشتراك والإعجاب. جربوها وراح تعجبكم إن شاء الله. صحة وعافية. راح أنزل لكم الوصفة في صندوق الوصف، وجربوها ودونا رأيكم. مع السلامة.